مساء الخير. في ناس كتير بتشتكي من القطط لما تخربش في البيت وتلخبط، فهنتكلم النهاردة عن ازاي نتعامل مع انها تخربش وتجرح في الفرش وكده. القطط بطبعها بتحب تكتشف وتتسلق الحاجة، بس ده مش معناه احنا نسيب البيت فيضوي. الأول نفهم هي السبب ليه هي بتعمل كده. هي زهقانة، ملانة، عايزة تلعب، بتفرغ طاقة، ولا ايه بالظبط؟ فهي لو هي زهقانة وكده نلعب معاها بكورة بحبل مثلا. بعد ممكن كمان نجيب عمود للخربشة، تخربش عليه، تفرغ فيها طاقتها. ولو راحت للمكان الغلط احنا نجيبها بلطف ونحطها في المكان الصح عشان تخربش فيه. لو كررت الموضوع تاني ممكن برضو نقول لها لأ، بس مش بزعيق، لكن بنكلمها بس بالراحة، بس في صوت يكون، في نبرة الصوت تكون واضحة ان هي لأ ده ما يتكررش، بس من غير زعيق. في نبرة طبعا مع التعامل مع الحيوان، مع التعب بتاعنا بيفهمنا ونفهمه. ممكن برضو تعمل مثلا حمام في مكان مش مفروض تعمل فيه، يعني مش في اللتر بوكس بتاعها. ده بناخدها بقى ننضف المكان ده بمية وخل علشان تاني مرة ما تعملش في المكان ده. او في حاجات مخصوصة للحاجات دي ممكن تشتريها برضو وننضف المكان بيها كويس عشان متكررش الموضوع ده تاني. والقطط اصلا ذكية، هي بس محتاجة توجيه وصبر وطولة بال، مش محتاجة ضرب ولا زعيق. وبالحيوانات نفسها القطط هتبقى كده يعني ملاك في البيت لو انت كررت معاها كذا حاجة بتفهمها. في حاجة كمان عايزة اكلمكم عنها، التعقيم. احنا اتكلمنا عن التطعيم ان هو مهم جدا ولازم نطعمه في اول 3 شهور من حياة القط، من حياة الحيوانات اساسا سواء قط او كلب، ان احنا بنطعمهم اول 3 شهور. وفي برضو تطعيمات دورية بنتابعها مع الدكتور. التعقيم هو طبعا في ناس بتفكر ان ده مش صح ومش ما ينفعش نعمل كده وده ما يصحش. بالعكس، ان التعقيم اساسا احنا كده بنحميه زي ما بنحميه من السعار، وبنحميه في التطعيمات بتاعته، بنحميه من التسمم والحاجات دي. برضو بنحميه بالتعقيم بتاعنا، بنحميه من الحاجات العدوانية. القط الولد بيبقى دايما عدواني، اللي هو الذكر بيبقى عدواني. وكمان الناس مثلا بيجيلهم مرض السرطان او التهابات، فالتعقيم بيكون ليهم مفيد جدا مش مضر. والدكتور البيطري هو اللي بيحدد الحاجات المناسبة لكل خطوة. طبعا وهكرر، المهم والأهم ان انا قبل ما اجيب حيوان افهم المعنى الحقيقي لتربية الحيوان، مش مجرد صورة لطيفة. دي مسؤولية، رعاية وحب يومي. قبل ما تجيبه اسأل نفسك، انا عندي وقت، عندي ميزانية للحاجات دي، لان برضو الحيوان محتاج ميزانية، اكل وشرب وحاجات زي كده، ودكتور. عندي استعداد ليه، وعندي طاقة ان انا اتحمله واتحمل الحاجات اللي بيعملها في اول حياته. طبعا لازم عشان ما يعرفش البيت وكده بتحصل الحاجات اللي اتكلمنا عنها دلوقتي. لو هتربي هيبقى عندك وعي وعندك حب، ويبقى قلبك كبير يتحمل الحيوان في بيتك. وما تنسوش تشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. ما تنسوش، الحب تربية، بالرحمة نعيش. باي باي.